واحد السجن مرعب، هو الوحيد بهذاك الشكل في العالم. كاين هنا في المغرب، والموقع ديالو تحت الارض، والمساحه الحقيقيه ديالو مجهوله ليومنا هذا. والغريب اللي في هذا السجن ما فيه لا ابواب ولا نوافذ. اذا دخلتي ليه كيعني حاجه واحده اللي هي غتغبر مره. اللغز د هذا السجن هو واحد اللغز غامض وكيخلع. وهذا السجن هذا قالوا عليه بزاف د الروايات، منها الروايات اللي كتخلع ومنها الروايات اللي ما كتدخلش للعقل. قبل ما نبداو الحلقه دخلوا اشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، وخلي واحد التعليق على الفيديو. يلا نبدا. كاينين بزاف السجون في العالم وكل سجن باش كيتميز، لكن السجن اللي غنتكلموا عليه في هذه الحلقه هذه ما كيشبه حتى شي سجن كاين في العالم. وهذا السجن هذا تصنف من اخطر السجون اللي دازوا في التاريخ. وهذا السجن هذا كاين تحت الارض، والمساحه ديالو الحقيقيه مجهوله تماما، وما فيه لا ابواب ولا نوافذ. اسطوره سجن قارة حيرت اي واحد سمع بهذا السجن هذا. وقصه الانشاء ديالو كترجع لعهد مولاي اسماعيل القرن 18. مولاي اسماعيل كان باغي يعدل شي سجن يكون كبير بزاف، وكان باغي يسجن فيه اكثر من 40,000 سجين. من بين هاد السجناء كانوا الجنود الاوروبيين والاجانب. وعلى حسب الروايه كتقول باللي هاد السجن هذا بناه واحد السجين برتغالي كان خبير في البناء. مولاي اسماعيل طلب منه باش يبني له هذا السجن هذا مقابل الحريه ديالو، ولكن مولاي اسماعيل ما كانش خصو اي سجن عادي وصافي. طلب منه يكون هذا السجن هذا يكون هو الاكبر والاغرب والاخطر في العالم. قال له يعدل في هذا السجن هذا غير ممر واحد سري يكون في هذا السجن كامل. هذا الممر هذا عدلو اذا شي حد من هاد السجناء جبرو يخرج ويعبي الحريه ديالو. ولكن هذا الشيء ما كانش سهل بالنسبه للسجناء، حيت هذا الممر هذا كان مخبي بواحد الدقه كبيره من المستحيل جبره. قلنا باللي السجن قارة ما كيشبه حتى شي سجن كاين في العالم، حيت بكل بساطه ملي كنقولوا كلمه السجن كنتخيلوا السجن كيفاش كيكون فيه الابواب وقفوله من الحديد او قفوله الكترونيه. ولكن بالنسبه للسجن قارة ما فيه حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي قلنا. اذا دخلتي ليه ما كتبقى عارف راسك فين انت وكيفاش غادي تخرج من هذا السجن هذا. وهذا الشيء هذا هو اللي كيخليك معزول تماما عن العالم الخارجي. حاجه اللي كتسطي وكتخلع في هذا السجن هذا وهو التصميم الداخلي ديالو، حيت بكل بساطه هذا السجن هذا عباره على واحد المتاهه كبيره واللي كبيره بزاف. وهذا الشيء هذا اللي خلى الناس يقولوا عليه الداخل له مفقود والخارج منه مولود، حيت كتعني حاجه واحده: لا دخلتي لهذا السجن هذا يعني عاد اختفى على وجه الارض مره. كاين بزاف د القصص الاختفاء اللي وقعت في السجن قارة، ولكن الاشهر ديالها واللي معروفه بزاف وهي اختفاء واحد البعثه فرنسيه اللي جاو باش يدخلوا للسجن ويكتشفوه ويعرفوا الاسرار ديالو. لكن البلان الخايب اللي وقع لهم هو ان هذه البعثه هذه غبرت تماما وما بقاوش جبروهم وما بقاوش عارفوا عليهم حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي خلى السلطات المغربيه تغلق السجن باش ما يبقاش يوقعوا الحوادث بحال هادو الاختفاء، ولكن خلاو واحد الجزء من السجن للسياحه وللناس اللي باغي يشوفوا. وهذا الجزء هذا مؤمن تماما وتقدروا شي نهار تمشيو للمكناس وتشوفوا. بزاف د الناس غيتسالوا كيفاش كانوا كيعطيو الماكله للسجناء اللي كانوا في الحبس. بكل بساطه هذا السجن هذا كانوا فيه فتوحات في السقف ديالو، من تما كانوا كيعطيو للناس الماكله. هذه هي الطريقه الوحيده اللي كان. ما بالنسبه للسميه السجن، هنا كاينين جوج د الروايات. الروايه الاولى كتقول باللي داك السجن البرتغالي اللي بنى هذا السجن هذا كان اسم ديالو قارة، وهذا السجن هذا تسمى بالسميه ديالو. اما الروايه الثانيه كتقول باللي في هذا السجن هذا كان واحد الحارس قرع، والاوروبيين ملي كيبغيو كيعيطوا له قارة. داك الشيء علاش تسمى على السميه قارة. ولكن المؤرخون ما كيأيدوش الروايه الثانيه، كيأيدوا الروايه الاولى. المهم اجي نشوفوا دابا المساحات السجن. خاصكم تعرفوا باللي المساحات السجن هي واحد اللغز كبير في هذه القصه كامله، حيت باقي ليومنا هذا حتى حد ما عرف المساحه الحقيقيه ديالو. وكاين بزاف د النظريات على المساحه ديالو. من بين هاد النظريات هادو النظريه الاولى اللي كتقول بلي مساحه السجن كتساوي المساحه القصور الاسماعيليه
اللي كاين تحتها. اما النظريه الثانيه فهي كبيره على هذا الشيء هذا اللي قلنا، بحيث كتقول مساحه السجن قد مدينه مكناس. وفي الاخير كتجي النظريه الثالثه. النظريه الثالثه كتقول باللي المساحه ديالو كتساوي المسافه ما بين مكناس وتازا شرقا ومراكش جنوبا وصولا لبعض المدن الشماليه. وتخيلتوا قداش هذه المساحه، ولكن لحد الان باقي ما مأكدينش من حتى شي نظريه من هذا الشيء هذا اللي قلناه. واللي مؤكد ومعروف هو ان مساحه السجن كبيره بزاف. مساحه السجن قارة ماشي هو اللغز الوحيد اللي كاين في هذه القصه، كاين واحد اللغز اخر. اجي نشوفوا الروايات شنو كيقولوا على هذا اللغز. اولا السجن ما بناش مولاي اسماعيل. هذا السجن هذا كان موجود من شحال هادي، مولاي اسماعيل غير اكتشفه وطلب الترميم ديالو باش يستعملوه كسجن. الروايه الثانيه كتقول باللي هذا السجن هذا كان واحد المدينه اللي قديمه بزاف تحت الارض، وكانت الحضاره العمر ديالها آلاف السنين. وهاد الحضاره هما اللي بناو هاد المدينه باش يهربوا من الحروب ومن الكوارث الطبيعيه. المهم بعيد على هادشي هذا اللي قلنا، اجي نشوفوا الناس مكناس شحال هادي شنو كيقولوا على هاد السجن. الناس زمان قالوا بلي هاد السجن هذا مسكون، بلي اذا دخلتي ليه كتحس بشي حاجه ماشي هي هاديك، وتقدر تسمع بعض الهمسات بين الحيوطات د هاد السجن. المهم الخوت، هذا ما كان على السجن قارة في هذه الحلقه هذه. قولوا لي الراي ديالكم وشنو كتقولوا على هذا السجن، واش بصح كان واحد من الحضاره القديمه او لا بصح بناه مولاي اسماعيل، وشنو اللي طرا لهادوك البعثه الفرنسيه اللي دخلوا يكتشفوا وما بقوش رجعوا. هادو الاسئله من بين بزاف الاسئله اللي طرحناها على هذا السجن. كل واحد يكتب لنا الراي ديالو في كومونتير، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.